نستقبل وإياكم أعزائنا المشاهدين ضيفنا الموجود معنا اليوم في الاستوديو، بداية دكتور جاسم أركوازي، ناشط مدني. صباح الخير دكتور، شلون الصحة؟ صباح النور، أهلا وسهلا بخير، إن شاء الله تكونوا بخير. نورتنا، أهلا وسهلا. احنا اليوم جدا فرحين بوجودك اليوم معنا، نتكلم أكثر بخصوص تفاصيل حادثة حلبجة. بداية نشاهد هذا التقرير مع مشاهدينا ونرجع إن شاء الله. إن شاء الله. سبختا كيميايتا الحلبجة إلى أي سبختا دويلا بيومان خرايد بلاشا عراقايا إيرانايا وخشوتها لما وبدانوثا كنوشيتا الخاسامة من عراقايد إلى قرذاية وويلا بيوم اشتسر بآذر بشاتة ألبو تشمو 88 بعدانات إيوام ذيثة حلبجة كوشتا بيد جيسا إيرانايا كت إيمن توري جيسا عراقايا بلاطة لجيسا إيرانايا وخرطة بياشة لمخيتة مذيثة بيد جيسة عراقايا بكيمياوي وأها مندي مودلي قطلتها قربة 3 ألبي هل 5 ألبي ناشي ومدربنتا تشواء ألبي هل إسراء ألبي ومدبرانوثة جيسيتا أمريكيتا قم خشوالة أهم خيتا بيد جيسة عراقايا الخيلاواثة إيراناية وخيلاواثة قرذاية تباني اللي وآها شق من خيانة تحلبجة ورابا كثاوم أشطور لي تخرثة ومدخور لي تألباي خينة مثلي باثر ورتت شنة بعلثة مرة وإيبي جو بغرة تقمود لي كيمياوي وبيشلخ شوتا أها سبختا أي سبختا كيميايتا بوشقرتا على الغدام ذيثة وأب بيشلخ شوتا أغقونخا درقل ناشوثة وتشعيثة مدخورة لات كيمياوي بيشلي مخيا قوم شاريتا تاي ومني ريخة خبوشي وسهادة ماري لي اتناشي مياثي وب أرخاثة مشخل بي وأها مندي مغزوية لي طرابة من ملوئي كيميائي مشخل بي بشلي خويطي كتخكمة مثلي خاريشة وخكمة مثلي وآني كخاكا وخينة مثلي باثر ورتا تخكمة دقيقة خشوتها لا تأنم ملوئي كيميائي إيوة هوبة خردل وتسارين وهوبة دقيادة وهوبة تابون وسيانيد هيدروجين وأيم أشترتا قامتا الأها قدشا سريا إيوة بيد قليونارا إيرانايا كاوا جولستان دمري دمذيثة إيوة خاخزوة رابا سريا ومريرة وإثوى الله إيوة زورك بيشي من غاز سمانة ومخطتلي اتهدخص بخياثة كيميائي إثوى قم عدانا قوبلاشت بين العراق وإيران وخرتها ممطير لصورياثة قم قرشلي لمغلتي بلاي أخ فاينانشال تايمز وبريسلي طبه. عدنا وإياكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين، نتكلم أكثر بخصوص جريمة حلبجة، مأساة الكيمياوي وتداعياتها الإنسانية. بداية دكتور جاسم، حدثني عن تاريخ 16 من مارس 1988، حدثني عن تفاصيل هذا اليوم وهذه الحادثة. بداية أني أشكركم على استضافتي في هذه الحلقة. حقيقة كنت أتمنى الاستضافة تكون في حلقة يعني أخرى بمناسبة أفضل، لأن هاي الحلقة وهذا اليوم بالأخص جرح لن يندبل في يعني وجدان الإنسانية، مو فقط في وجدان الشعب الكردي أو الشعب العراقي يعني بصورة عامة. نعم. مأساة حلبجة كل سنة نستذكرها في 16 مارس من عام 1988 لحد هذه اللحظة. يعني هاي اليوم تعتبر الذكرى 37 لهذه المأساة، الكارثة التي يعني حقيقة لا نعرف كيف نصفها من حيث المعاناة الإنسانية، من حيث الجرح العميق في وجدان كل إنسان وفي وجدان كل شريف على المعمورة. تداعيات كثيرة وآلام كثيرة، كيف نتطرق إليها ومن أين أبدأ لا أعرف. لكم السؤال وعلي الإجابة. صحيح دكتور، هو أيام اللي فات طبت عليها الحلبجة يعني أيام صعبة أكيد، ومن نستذكر هذا الموضوع صعب لكل العراقيين، لأن احنا كشعب واحد مظلومية واحدة أكيد بذاك الزمن.
بس نريد نعرف نظام السابق شلون استخدم السلاح الكيميائي وشنو الانواع وليش وصل لهاي المرحله؟ ليش وصل لهالمرحله مثلا؟ النظام السابق اذا وصفناه بنظام قمعي فهو قليل، بنظام شوفيني فهنا راح نبرأ من هواي جرائم، لان هو عبر القمع، عبر الشوفينية، عبر النازية، عبر الاجرام، عبر كافه الحدود. بس اوصف لك كلام لصحفي ايراني اسمه اعتقد كافيه جولستان، يصف في لقاء ويا صحيفه الفاينانشال تايمز البريطانيه، يتكلم مع الصحفي يقول له ايش شفت؟ يقول له انا شفت اعمده من الدخان تصير على شكل غيوم بيضاء سوداء تتحول الى بيضاء ثم الى صفراء، وفجأة يصمت الزمن كأنما الحياة مو في حالة جمود، في حالة موت. فهذه الحالة شوف البعد المأساوي اللي طعن في ضمير الإنسانية في ذاك الوقت. إضافة إلى الأطفال اللي الأمهات تنسى أرواحتهم، يعني الإنسان المضحية، الأم العراقية تشيل طفلها حتى تنقذه، والطفل يموت بيديها أو يموت بيد المسعفين إلى هذا الشيء، الناس اللي راحوا بهذه المأساة. النظام البعثي ايش تذكر له من جرائم؟ الجرائم اللي قام بها بالأهوار في جنوب العراق، لو اللي الجرائم اللي قام بها في شمال العراق وفي كردستان العراق، لو الجرائم اللي قام بها بالانتفاضة الشعبانية واللي سواها ضد المنطقة الغربية وسواها بالموصل وسواها بالديالى. يعني ايش تتكلم، ايش تذكر عن هذا النظام البعثي الوسخ بين قوسين، مع احتراماتي لكم ولكل المشاهدين يعني اللي يسمعون ويشوفون بهذا اللقاء. ما اعرف شلون اوصف هذا النظام. ودكتور مقابر جماعيه من هناك، على اي مقابر على اي مقابر جماعيه تتحدث عن مقابر جماعيه اللي اكتشفوها بالجنوب، اللي لا زالت لحد قبل تقريبا شهر اجى يكتشفون مقابر يعني من عمليات الانفال. لو اتكلم لك عن المقابر اللي جماعيه، اثر الصواريخ اللي صارت في حلبشه ودفنوهم بالجرارات وعادي وكانما يعني شيء بعيد عن. زين دكتور، نقدر نقول مثلا نظام السابق استخدم هيك يعني اسلحه كيميائيه واسلحه اللي ضربها بذاك الوقت، السبب الرئيسي هو قوه الشعب، بعد ما قدر يسيطر على الحلبشه على الاكراد، لان الناس متمسكه كانوا واقوياء بحيث ضرب هاي الضربه، نقدر نقول هذا الشيء. استاذي العزيز، احنا اذا نرجع مو بس هنا استخدم الكيميائي، تقريبا 40 هجوم بس الناس ما جاي تذكره يعني بصوره واضحه، وقبلها في منطقه دغولو منطقه حدوديه همين استخدم فيها هاي الضربه الكيميائيه، راح ضحيتها من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني همين كانوا متواجدين هناك. اذا دائما اراده الشعوب وصمود الشعوب تكسر شوكة الطغاة، مثل ما أنت تفضلت بسؤالك قلت يعني هل السبب الرئيسي بأنه هو ما قدر يسيطر؟ هو ما قدر يسيطر، وعام 1987 شهر الخامس تقريبا ظل يعني الحكومة العراقية للأسف الشديد وأدوات اللي هذا مو اتهام للجيش، العفو، لا، الجنود او القيادات العسكريه اللي كانت موجوده ووصلوا مراحل ينتهكون اعراض العالم، حتى صارت فتوات دينيه من علماء الدين بالمنطقه اللي على ضوء اعتقد صارت واحده من الحركات الاسلاميه الكردستانيه هناك، وقفوا يعني شلون حائط صد ضد القيادات العسكريه الموجوده في ذاك الوقت هناك. فخلينا نقول فد شراره لاندلاع ثوره جديده. كلكم تعرفون يعني الشعب الكردستاني او كل الشعب خلينا نقول عايشين بكردستان من كافه يعني ابناء الشعب العراقي هناك دائما معروفين بصفتهم الثوريه وما يقبلون يعني بعيدا عن الدين او عن المذهبيه او عن الافكار الاخرى. هم متحارش بيهم ضاربهم كان، بس كضربه حلبشه بالكيميائي والسلاح الكيميائي لا زالت هي أشد حالة هجوم
بالسلاح الكيميائي ضد شعب بالعالم يعني نعم. على مستوى التاريخ. دكتور جاسم، حدثني عن الأضرار الصحية لهذا الهجوم التي خلفها على سكان حلبجة. أستاذتي العزيزة، قبل ما أحدثكم عن الأضرار الصحية أحدثكم عن اللي راحوا بهذه الإبادة الجماعية 5000 إنسان يعني في خلال أقل من دقيقة، 7000 إلى 10000 جريح ومشوه اللي أكثرهم يعني راحوا مع الأسف. زين، ومن ضمن هذول 7000 10000 أطفال يعني عمر ورود وصبيان وصبايا اللي هسه خلينا نقول الحياة تزدهر لهم. لو هذول باقين كان هسه نحسب إيش قد طلعوا جيلين من بعدهم، يعني قضى على اللي 10000 جريح وال5000 شهيد. لو نحسبهم في تسلسل الأجيال راح يوصلون بال50,000، يعني قضى على مجموعة كبيرة. بعدها اللي لا زالوا لحد الآن اللي عايشين متعرضين لحالات نفسية، حالات عصبية، تليف العصبية، حالات السرطان، سرطان القولون اللي 10 أضعافهم إصابات، يعني نقيسها علميا 10 أضعاف مقابل الإنسان العادي اللي ما مصاب بهذا الشيء. أمراض القلب 5 إلى 6 أضعاف. الأمراض اللي تصير بالعيون على غفلة يصير عندهم شلون سداد واحتراق بالجلد، إلى تشوهات أخرى، إلى حالة جدا يعني نوع من الغاز اللي هو ما معلوم لحد الآن، جاي يبحثون عنه شنو هذا اللي يستخدمه. حالات الإجهاض اللي تصير بالمرأة اللي كانت مصابة يعني موجودة بوقتها ضمن النطاق اللي الضربة الكيميائية 14 ضعف عن حالة المرأة الطبيعية. يعني هم تأخير في نمو وتطور الأجيال المستقبلية هاي. نعم، هل تم إيجاد أو الوصول لطرق علاج هؤلاء الضحايا؟ أكيد يعني ممكن علاج أو طرق معينة، هل تم إيجادها؟ هو العلم ما يوقف دائما عند حد محدد. أكيد. ولا هو مثلا يتطور العلاج او يتطور العلم من اجل يعني ابناء حلبجة، لا، العلم مرتبط بالحاله الانسانيه. اي شيء، اي علاج حديث يعني يستجد او يجدوه العلماء او الاطباء او الصيادله لمعالجه هذه الحالات، خاصه حالات التشوه والسرطانات. طبعا هم اولى، مو اقصد لان هم كابناء حلبجة، اي انسان مصاب بهذه الامراض اولى من غيره يعالج. شخص يعاني يعني. اي شخص يعاني، اي شخص يعاني بالضبط. ماكو اي شيء جديد خاص بالموضوع. هو دكتور، الكيمياوي اللي ضرب اثر بس على حلبجة لو هم على اطراف حلبجة، على القرى القريبه انسانيا اثر في دائما يعني على الحدود الناس المحيطه، خلينا نقول مو فقط داخل حلبجة. بس احكي لي بيئيا اثر حتى اقول لك اثر او لا. اكيد نريد نعرف بيئيا انسان. بيئيا اثر جدا، اثر على الزراعه لحد الان. الزراعه لحد الان. بس هم ما شاء الله عليهم حلبجة. طبعا حلبجة منطقه جدا جدا جميله، اتمنى تزوروها. انا ما رايح لها، بس عندي ناس رايحين لها قالوا حلبجة تروحوا لها. شعب يعني اقصد الشعب، الناس الساكنين هناك اول شيء عندهم فد روح، رغم المأساة روح الدعابة. يشاركك، يخليك انت، هو رغم من تشوفه حزين لحد الان المسألة مأثرة بيهم. يعني انا من رحت قالوا لي الا ناخذك للمكان الرجل اللي نايم على الاطفال. يعني هاي الصورة انتم لا تودوني، لا تودوني لان واحد انت تشوف هو مكان صاير عادي بس مخلين صورة الرجال، وهاي تحس انت بالمأساة كأنما الضربة انت عايش بيها. بس رغم هذا هو يشوفك انت متأذي وانت تحس به هو متأذي، هو تلقاه ما عايش المرحلة، بس ابوه مثلا مسولف له او جوارينهم، هو مثلا يقول عمره صغيرة، بس عنده احساس بالمأساة. رأسا بعدين يحكي لك نكتة يطلعك من المود السيء الى مود جيد. نعم. دكتور جاسم، حدثنا عن كيف يتم احياء ذكرى حادثة حلبجة اليوم. احنا وصلنا سنة 2025، كيف يتم احياء هذه الذكرى؟ ما هي الأنشطة المقامة التذكارية؟ احنا خلينا نقول حلبجة رائحة
الموت برائحة التفاح للأسف. نوزع تفاح ذكرى أو دقائق صمت، هاي أقل ما بيها يعني، لأن الناس اللي صارت تقريبا 14 هجوم في ساعاته، كل طلعة هجومية 7-8 طائرات الميراج أعتقد وفانتوم، والقصف اللي صار. الناس تلتجئ هناك، طبيعة المنطقة البيوت بها سراديب، تلتجئ للسراديب حتى تحمي نفسها من الصواريخ، وعلى غفلة يدخل عليهم ريحة التفاح. ودائما ريحة التفاح رائحة مميزة أكثر من بقية الفواكه. نعم. فما تلقى على غفلة واحد من الاستنشاق جمد، انتهى. الخردل، صواريخ النابالم، السيانيت، السارين، الفي اكس، الى لحد الان قلنا اكو نوع من الغازات اللي ما حد يعني مكتشفها، فقلت لك يستقبلون هاي الذكرى بالتفاح، يوزع عليهم واضافه الى دقائق الصمت واستذكار المآسي يعني نعم. اللي صارت. نعم اكيد. دكتور، بعد هاي الحادثه الشعب حلبجة شلون تعايشوا بهاي المأساة؟ شلون رجع الإعمار لحلبجة؟ كل شيء مرتبط بإرادة الإنسان وحب الإنسان إلى أرضه وارتباطه الجذري بالأرض مالته. من العالم طلعت من حلبجة بالمأساة، احنا صغار ونسمع أهاليتنا يسولفون، وطبعا للعلم احنا كنا ساكنين ببغداد، يحضرونا بالبيت يقولون اي واحد يسالكم شنو حلبجة يقولوا ما نعرف، هاي للتاريخ، لان انت ما مشكله صح. زين صح. بس بعدين من كبرنا وعينا عرفنا ليش، بانه قالوا لنا لا تحجون وابتعدوا عن المساله. الناس اللي طلعت انهزمت، والناس اللي كانت خلينا نقول في الحدود المحيطه طبعا اجت على اهاليتهم لقوهم ميتين والى اخره. بس بعد خلينا نقول بعد الانتفاضة وعودة الأهالي إلى حلبجة يعني بعد 91 بدأت الناس ترجع شلون خلينا نقول بيوت، مو نقول من قصب ولا من خيم، بيوت علقد يعني لحد ما بدأوا يرتكزون. وأول خطوة سووها أنا أهنيهم، اهتموا بالتعليم. أكو شباب هناك قرروا بأنه أول خطوة لبناء مدينتهم واسترجاع الوضعية الطبيعية للمدينة بأنه لازم الكل ترجع للمدارس تدخل بها، وأهنيهم على هذا القرار اللي أخذوه. نعم. وأمنيا هم كانوا مستقرين بيناتهم الحمد لله وشكر، هذا الشيء أدى إلى البناء الصحيح للمنطقة، ولهسه هي منطقة حلوة جدا يعني حتى من ناحية البناء. دكتور، هاي إجابتك اللي قلت لك الشعب وهذا الإصرار وهاي القوة اللي كان عندهم، ولهذا أدت إلى هاي الضربة القوية، شاف هو شعب مصر وقوي، ولهذا صار عندهم مو سهل ومو بسيط، صار عندهم كلش قوي ومأساة، بس رغم هذا رجعوا ووقفوا وصمدوا لا زالوا صامدين الحمد لله. ونقطة الأساس اللي هي القراءة، صح، اللي تقوم أجيال بصورة صحيحة، هو الدرس القراءة أكيد نعم صحيح. علم. دكتور، حدثنا عن التأثير على الوعي الدولي والمقررات في المحافل الدولية. احنا اكو شيء نذكره، المحكمة الجنائية العراقية بعد 2003 اللي هي خلت اعتبرت حلبجة حالة إبادة جماعية، هاي وحدة. احدى المحاكم الهولندية أدانت وحكمت على رجل أعمال أعتقد اسمه فرانس فال أو فرانس خال من هذه الأسامي. نعم. حكمت عليه 17 سنة. هو رجل أعمال اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وباعها للحكومة العراقية. أحدى المحاكم الكندية هي همين بهذا الشيء يعني كان لها دور. للأسف بريطانيا بهذاك الوقت، يعني طبعا بهذاك الوقت تعتيم على خلينا نقول مو تعتيم عام، بس ماكو اهتمام، الاهتمام نقيسه بالاوضاع ما كان 1% الحلبجة، لان كانوا حلفاء النظام صدام حسين او صدام حسين حليف لهم. فاحد الشخصيات البريطانيه اللي اعتقد هو وزير الخارجيه
في وقته يسمى. والدول الكومنولث يعني اعتقد هي شيء يعني عندها الدرجه الاداريه بالحكومه البريطانيه، قايل احنا نعرف بالمأساة ونعرف اللي صار، بس ممكن ندخل في محادثات احسن ما نفرض عقوبات على صدام حسين. هاي احكي لك قبل دخول الكويت، زين، لان كانوا حلفاء واحد للاخر. احسن ما نخسر حليفنا صدام حسين ونغرد خارج السرب. احنا نعرف المأساة اللي صارت للاسف الشديد، يعني كدولة عظمى ولها لاعب اساسي بالساحة الدولية بريطانيا، هذا كان موقفها بذاك الوقت. اكيد بعد 2003 وسقوط نظام البعث القذر ورئيسهم ذهبوا الى مزبلة التاريخ، النتائج تغيرت، بس لحد الآن شلون ما صارت شربة الماء اللي تروي يعني الناس اللي عطشانين حتى يشوفون، مو نقول انتقام، بس حقوقهم ترجع لهم، أو موقف واضح وقوي من المجتمع الدولي لمعالجة وإعادة الحقوق، أو الوقوف جانب الإبادة الجماعية للكرد في حلبجة خاصة. بس هو الدكتور هسه أنت كاعتقادك هل العراق انطى العدالة بحق حلبجة، ضحايا حلبجة؟ هو احنا هذا السؤال أنا خلي أجاوبك عليه دبلوماسيا أحسن، زين، نتكلم به بدبلوماسية. ضحايا النظام الحاكم يعني النظام السابق لا تعد ولا تحصى، قلت لك تجيبها من زاخو للفاو، صح، تجيبها من خانقين تنتهي بيها باخر نقطة حدود بالغربية، كلها ترى كلها ضحايا. خلينا نحكي اذا على الكرد، على العرب، على الشيعة، على السنة، على الآثورين، على الكلدان، على كل يعني على الصابئة، واعتذر يعني اذا انسى فد شريحة من المجتمع العراقي، يعني ضحايا كبيرة. الحكومة ما اعتقد تقدر تعادل، تكون عادله بهواي اشياء، فجاي تلزم العصا من الوسط. ونعرف الاوضاع اللي مر بها يعني العراق، يعني اللي هو البيت الكبير لكل العراقيين، القاعده وداعش والتفجيرات وتغيير الحكومات والمصالح السياسيه اللي موجوده عند اخواننا السياسيين. يعني هي بعد هاي اللعبه بيديهم. دكتور، هو موضوع داعش وهذا ما حاولوا يسوون ارباك بهذا البلد؟ تدري انت ايش رادوا يسوون، ايش رادوا هذا، بس الحلو العراق بقى الحمد قوي. لله. وكون على ثقة، أنا يمكن هواي حاكيها، يمكن اللي شافه العراق، شعب العراقي وهواية يعني مشاكل صارت، وهذا لو غير شعب كان يمكن انهار. صح. بس احنا كعراقيين اقوياء الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحياه تشوفها شلون حلوه، واللي دلال على هذا اي واحد يجي من برا كزائر وهذا دا يشوف دا يتعجب يعني على التغير، الصوره اللي واصله للعالم غير شكل، على التغير اللي صار وعلى الاحداث اللي شافها من ذاك النظام، ومشت بس الحمد لله والشكر. الاحوال الاوضاع كلش حلوه، وان شاء الله بتطور اكثر واكثر كل سنه. أكيد ان شاء الله. دكتور جاسم، رساله من حضرتك لتسليط الضوء حول هذه الحادثه للاجيال القادمه، للاجيال المستقبل كي يستذكروها. تردين رساله للاجيال لو للحكومه؟ حتى اعرف للاجيال. اكو شخص اعتقد اسمه زانا احمد، احد الاطفال اللي كانوا مفقودين يعني بايران، ورجع لي هواي تقريبا 400 طفل مفقود. زين، اقول لهم روحوا ابحثوا في موضوعهم حتى تعرفون كل انسان دائما يحب يرجع الارضه، يحب يرجع الجذوره. واتمنى بانه هاي الكارثه اللي صارت بالشعب الكردي اللي بصورة خاصة وبالشعب العراقي بصورة عامة، واللي الإنسانية كلها مجروحة بالعدها، لا تنسوها، بس لا تاخذوها بروح انتقام، خلوها نقطة انطلاق لتفكير بمستقبل جديد، مستقبل زاهر، مستقبل متطور، مستقبل نعيش كل يعني كلنا كشعب عراقي بحب
ومودة وسلام، ونخلي إيد بإيد حتى نبني وطننا ونتطور ونكون من أحسن الأوطان وأحسن الشعوب بالعالم. أكيد إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور جاسم، حديث جدا جميل مع حضرتك. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. إن شاء الله يكون عندنا لقاءات ثانية. إن شاء الله. الشرف. شكرا جزيلا.